جوز اختي طلب مني طلب عمري في حياتي ما كنت اتخيله ولا كنت اتوقع ان هو يعمل معايا كده، لاني انا اصغر من بناته. يعني عنده بنات وانا اصغرهم، وما كنتش اتخيل ده. انا كنت معتبراه زي والدي بالظبط، وبعامله وبعزه وبحترمه زي ابويا بالظبط. بس اللي طلبه مني خلاني انا خلاص انا مش عارفة اعمل ايه. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بنوتة 20 سنة بتقولي انا ليا اخت كبيرة من بابايا. بابايا كان متجوز قبل مامتي وكان عنده بنت وولد، الولد اتوفى في حادث، واختي الكبيرة موجودة واتجوزت واحد أكبر منها في السن بكتير جدا، يعني يعتبر كان قريب جدا من سن أبويا. اتجوزت وخلفت منه، ما شاء الله بناتها كبروا واتجوزوا كمان وبقى عندها أحفاد، وبقى عندها ولاد كبار، وما شاء الله بيتها ربنا يزيدها من نعيم الله، مبسوطة جدا وعندها خير كتير جدا، وبتحبنا جدا وبتحب بابا جدا. ولما كانت بتجيلنا دايما كانت حنينة علينا، وعمري ما شفت منها غير كل خير. في يوم من الايام انا خلاص جالي عريس، وانا العريس ده موافقة بيه جدا ومقتنعة بيه جدا، لان احنا عايشين احنا في قرية في ارياف واختي برضو في قرية تانية بس بعيدة عننا كتير، يعني بتجيلنا على مسافة. بتقول انا لما جالي العريس ده حصل مشاكل بيني وبين والدي كبيرة جدا، وبين مامتي، ان هم مصممين ان هم رافضينه رفض تام، وانا متمسكة بيه لان هو والله راجل كويس ومحترم. كل رفضهم ان هو على قد حاله وظروفه وحشة جدا. قلت له يا بابا طب ما هو زينا احنا، يعني يا دوبك على قد حالنا برضو والدنيا يا دوبك ماشية. قال لها لا، انا عايز حد يكون احسن مني وعنده ومبسوط ومعاه فلوس ويكون كويس عشان تعرفي تعيشي زي عيشة اختك. قلت له دي ارزاق، وبرضو حصل المشاكل. المهم ان اختي جت حضرت المشاكل ديت وقالت لبابا، حاولت تقنعه، قال لها لا انا رافض رفض تام، انا مش هخليها توافق بالولد ده خالص. المهم اختي قالت لي خلاص مفيش اي مشكلة، تعالي بس اقعدي معايا كام يوم، اهدي كده وفكري صح. حتى لو انت بعدتي عن المكان اللي انت قاعده فيه وبعدتي عن ان انت تشوفيه، ممكن ان انت تعرفي تفكري بعقلك صح وتسمعي كلام ابوكي، وتقرري ان انت خلاص ما يكونش في نصيب بينك وبينه. لكن لو انت تمسكتي بيه بعد الفتره دي خلاص، يبقى انا ان شاء الله هحاول ان انا اقنع ابوكي وامك ان هم يوافقوا بيه. البنت ما صدقت وخدت بعضها وراحت مع اختها، عاشت معاها كام يوم عشان تغير جو من المشاكل وان هي تفكر صح، تشوف هل ده يصلح ليها ولا ما يصلحش ليها. بتقول وانا قاعده كنت بحس يعني بنظرات جوز اختي، راجل كبير في السن يعني مش صغير خالص، داخل على 70 سنه. بتقول يعني فرق بينه وبين ابويا ما فيش 6 7 سنين، يعني يعتبر زيه بالنسبه لي زي ابويا بالظبط. انا بعزه وبحترمه لان هو كان بيبعت لنا حاجات كتير جدا مع اختي، وكان بيسال علينا، وكان كل ما بيجيلناش غير كل سنه سنتين مره يزورنا، لان هو وراه اشغال ووراه دنيته وما بيسيبش بيته، وهو كبير كمان في السن يعني. المهم بتقول انا لقيت نظرات غريبه وافعال غريبه، بقيت اقول عادي هو مثلا بيحبني زي بناته وكده، ومع ان اختي بعتت جابت بناتها من بيوتهم عشان يقعدوا معايا ويسلوني ويفكروا معايا ويتكلموا معايا، ما بقاش انا قاعده معاها لوحدي. وبعد كده بقيت يعني انا قاعده الاقيه مثلا يروح حاضني كده مره واحده، فانا اتخض اقول ليه بيعمل كده. يروح مثلا بيسني كده من خدي مره واحده، اقول هو ليه بيعمل كده. بتقول بدأت ان انا يعني اتاخد واحس ان في شيء غريب بيحصل، يعني شيء غير طبيعي ما ينفعش. وبقيت اخجل واتكسف، انا مش صغيرة، انا 20 سنة، وبعدين يعني ليه كده.
المهم خدتها من باب المحبة وان هو زي بابا مفيش مشكلة. يوم يعدي ويوم التاني يعدي وبرضه الافعال ديت والنظرات والكلام وحركات غريبة. وانا مش عارفة من بعد ما دخلت عنده بكم يوم بدأ ان هو يعمل الحركات دي. المهم بتقول لي في يوم من الايام انا كنت مقررة اقعد كمان مع اختي مبسوطة معاها وبروح واجي معاها وهي بتعلمني حاجات كتير وبتحبني وانا بحبها وكنت مرتاحة شوية من المشاكل اللي كانت في البيت. بتقول في يوم من الأيام لقيته دخل عليا، فتح عليا باب الأوضة ولقيته داخل بيكلمني بيقول لي أنا عايزك في كلمتين. قلت له خير يا رب. عايزني في إيه؟ أنا بقول له يا عمي، فبقول له عايزني في إيه يا عم فلان؟ قال لي عايزك، عايزة أطلب منك طلب. هو أنت مش نفسك تتجوزي الولد اللي أنت بتحبيه؟ قلت له انا نفسي والله، هو ولد كويس جدا ومحترم وبيشتغل وبيشقى، يعني مش واحد مثلا بتدلع ولا كده، لا والله ده هو كويس جدا. قال لا خلاص، انا هديكي فلوس تساعديه ان هو يساعد نفسه، بس اللي انا اقول لك عليه او اللي انا اطلبه منك تنفذيه. قالت له ايه اللي انت تطلبه مني واللي انت عايزه مني؟ يعني نقعدوا مع بعض شوية، نهزروا مع بعض شوية، نضحكوا مع بعض شوية، وما تقوليش لأختك أي حاجة خالص. طول ما أختك مش موجودة انت ما تمشيش معاها. يعني كانت أختها دايما وهي رايحة تشتري حاجات، نازلة تقضي مصالحها، رايحة مشوار، تاخد أختها في إيديها. طول ما هي بتقولك انا بغير لها جو وبفسحها، طول ما فيش حد في البيت والبنات كلهم في بيوتهم، هي كانت بتاخد اختها في ايديها. ليه؟ لان البيت كله مليان شباب وولاد عمهم، وده طالع وده داخل، وكان جوزها طول الوقت قاعد. فكانت بتقول لا، بدل ما اسيبها في وسطيهم انا اخدها معايا، ما تبقاش قاعده مخنوقه ان هي قاعده في وسط كلهم اللي حواليها شباب او رجاله او كده. فكانت بتاخدها معاها طول الوقت. فقال لها لما اختك تقول لك تعالي معايا ارفضي وما تروحيش معاها، وتنك قاعده معايا، واللي انا اقول لك عليه تنفذيه، واللي اطلبه منك تعمليه، وانا اديك الفلوس اللي انت عايزاها واللي خطيبك محتاجها، اللي يعني الشخص اللي عايز يخطبها محتاجها عشان يبقى كويس قدام ابوها وابوها يوافق بيه. بتقولي فضلت انا متنحه، لا برد ولا برد بلا. عندي حاله ذهول وخلاص حد ضربني على دماغي. معقوله؟ يعني معقوله عايزني انا يعني اعمل معاك علاقه في ان انا اكون بهزر واضحك معاك ونقعدوا مع بعض براحتنا، وانا ده انا اخت مراتك واختي مش موجوده؟ انت ازاي تفكرت وطلبت مني طلب زي ده انت قد ابويا؟ بتقول قعدت مذهوله مضروبه على دماغي، وقال لي فكري مع نفسك وانا مستني ردك. اعمل ايه؟ اقول لاختي والدنيا تنقلب، ولو هي عرفت مش هترحمه، وممكن تكدبني ما تصدقنيش، ده جوزها اللي عايش معاها سنين عمرها كله. اختي مش كبيره في السن، اختي جميله وزي القمر، وشايفه مصالحه وشايفه مصالح ولاده، ولسه تعتبر ما كبرتش على اللي هو بيطلبه مني. فقررت تاني يوم الصبح قلت لها انا قلقانه على ابوكي وامك، والنبي روحيني عشان انا قلقانه عليهم ووحشوني قوي. ما اتكلمتش في اي شيء، وخليت ابنها اللي انا يعتبر خالته، قالت لي خلاص هخلي ابني يوصلك يروحك وطمنيني عليكي اول ما توصلي. قالت لي كانت هي مصممه ان انا ما اروحش، بس انا صممت ان انا اروح وما حسستهاش باي حاجه. الكلام ده لا قلته لابويا ولا لامي، لان انا عارفه امي، اقسم بالله لو امي عرفت هتولع في العيله وهتبهدل الدنيا وهتعمل لنا فضيحه مش هتخلص. وابويا لو سمع ما اعرفش هيعمل ايه، واختي ما اعرفش ممكن تصدقني او ما تصدقنيش، وبناته ممكن يعملوا فيا ايه، يسامحوني ولا ما يسامحونيش، لان في الاول في الاخر ده ابوهم، وانا بيني وبينهم كل محبه وكل خير وكل حب. بيقولوا لي يا خالته الصغيره وبيدلعوني وانا بحبهم، بس هو منه لله هيخليني اخسر الحب ده كله. وقررت ان انا ما اروحش عندهم تاني، بس انا مش عارفه اعمل ايه، اقول لاختي ولا ما اقولهاش.
أنا مستنية رأي الناس كلها في القصة دي بعد إذنكم لو سمحتوا، لأن أنا زيها في حيرة. الله يكون في عونك، وأنتِ جميلة ومحترمة و... وأكيد ليه حل، أكيد الموضوع ليه حل. استنوني في الحلقة الجاية.